في القرآن في نار اسمها نار السموم، نار من غير لهب بتدخل في المسام. ومن النار دي خلق ربنا إبليس. بس تخيل لو النار دي لسه موجودة تحت الأرض في الصحراء، واللي يلمسها مش بيموت، لأ بيتحول. دي قصة جن السموم. أنا اسمي فارس، عندي 28 سنة، شغال مرشد سياحي في الصحراء الغربية. شغلي بيخليني أروح أماكن محدش يقرب لها، أماكن فاضية ساكتة بس فيها إحساس غريب. بس الرحلة دي غيرت حياتي كلها. كنا في رحلة مع مجموعة سياح إيطاليين في منطقة بعيدة جدا اسمها وادي الرمال السوداء. المكان كان مرعب بهدوءه، مفيش صوت، مفيش طيور، مفيش حتى حشرات، كأن الحياة نفسها سايبة المكان ده. فجأة واحد من السياح وقف وشاور لقدام، في حفرة هناك. قربنا، حفرة عميقة سودة، شكلها مش طبيعي، كأنها مش محفورة، كأنها اتفتحت لوحدها. الإيطاليين اتحمسوا، ننزل نشوف. أنا قلت فوراً لا، المكان ده مش مريح. واحد منهم ضحك وقال انت خايف؟ أنا ما ردتش، بس الحقيقة كنت حاسس بحاجة جوايا بتقولي امشي. كملنا اليوم عادي، بس الحفرة ما خرجتش من دماغي. في الليل كنت نايم في العربية والدنيا هادية بطريقة تخوف، وفجأة صحيت على صوت همس واطي جدا بس واضح. فارس. جسمي كله اتجمد، فتحت عيني، قعدت ساكت. الصوت كان جاي من بره، من ناحية الحفرة. حاولت اتجاهل بس ما قدرتش. حاجة جوايا كانت بتشدني، مش فضول، لأ، أمر. قمت ونزلت من العربية. الإيطاليين نايمين، محدش حس بيا. مشيت لوحدي ناحية الحفرة. كل خطوة كنت حاسس إن رجلي مش بتاعتي. وقفت قدامها، بصيت لتحت، ظلام كامل، بس بعيد في القاع نور أحمر خفيف بينبض زي قلب. وقفت لحظة وبعدين نزلت. كل منزل النور يقل والهوا يبقى أتقل، لحد ما وصلت تحت. كهف واسع جدا، واسع بشكل مش منطقي. الجدران سودة بس فيها خطوط حمراء بتلمع، وفي نص الكهف كانت الصخرة. قربت منها، الحرارة زادت، بس مفيش لهب، مفيش نار، بس إحساس إن في حاجة بتحترق جواها. افتكرت الآية: والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وقتها فهمت، دي مش نار عادية، دي نار السموم. جسمي كله قال لي ارجع، بس حاجة تانية جوايا قالت المسها. مديت ايدي ببطء ولمست الصخرة، ولا حاجة حصلت. بس في نفس اللحظة حاجة دخلت جوايا زي نار، بس مش بتتحرق، بتجري في دمي، في عروقي، في صدري، في دماغي. صرخت بس من غير صوت، وقعت على الأرض. وبعدين سكت كل حاجة. صحيت، لقيت نفسي بره قدام العربية، كأن حاجة طلعتني. الإيطاليين كانوا نايمين، كأن مفيش حاجة حصلت. بس من اليوم ده أنا اتغيرت. إيدي بقت تنور في الضلمة، نور أحمر خفيف بينبض. وبقيت أشوف نار بس من غير لهب، في الأرض، في الحيطة، في المراية، حتى في عيون الناس.
وبقيت أسمع همسات: نار السموم جواك، انت مش إنسان. في مرة صحيت من النوم، لقيت إيدي مولعة، مش نار حقيقية بس حرارة، وشكلها مرعب. خفت من نفسي. رحت لشيخ، أول ما شافني سكت، وبعدين قال: انت لمست نار السموم، النار اللي خلق منها إبليس. النار دي دخلت جواك. قلت له: أعمل إيه؟ قال: مفيش تخلص، بس لو قربت من ربنا هتخفت. رجعت بدأت أصلي، ومع الوقت النار خفت، بس ما راحتش. لسه بحس بيها في صوابعي، في عروقي، في عينيا. بعد سنة رجعت لنفس المكان، الحفرة اختفت كأنها عمرها ما كانت موجودة. بس وأنا بدور لقيت حاجة، أثر إيد محروقة مطبوعة في الأرض. ولما قربت منها حسيت بنفس الإحساس، نفس الحرارة. وقتها فهمت، مش أنا اللي لمست الصخرة، الصخرة هي اللي لمستني واختارتني. دلوقتي أنا عايش عادي، بس في الليالي لما الدنيا تسكت بحس بحاجة جوايا بتصحى وتهمس: فارس، نار السموم جواك. وأنا بخاف مش من النار، أنا بخاف من اللحظة اللي هبقى فيها مش إنسان. لو كنت مكاني كنت هتقرب ولا كنت هتهرب؟